توقف شويه قبل ما تعمل سيف لتيمك في الفانتسي، لان انت لو تيمك زي كل سنه مكابتن لي هالاند وجايب 3 لعيبه من كل فرقه كبيره، يبقى انت ما بتلعبش فانتسي، انت عامل زي اللي كل الناس عاملاه ومفيش فرق بينك وبين اي حد، والنتيجه زي كل سنه طبعا هتخلص ال 5 مليون على العالم. النهارده بقى هنعمل حاجه مختلفه خالص، وانا مقسم لك الحلقه دي 3 فقرات. اول فقره طبعا اللعيبه اللي لازم يكونوا معاك من غير نقاش، وثاني فقره معانا هتبقى اللعيبه الديفرنشال اللي انت هتفرق بيهم عن صحابك، ثالث فقره معانا هتبقى اللعيب اللي انت اول ما تسمع اسمه تمسحه من الفرقه، وممكن تمسح الفرقه وممكن تمسح اللعبه كلها، اللعيبه اللي لازم تهرب منها خالص. وطبعا هقول لك تكابتن مين في الجوله الاولى، وانا هقول لكم في اخر الحلقه مين الكابتن اللي انا هلعب بيه شخصيا. فما تنساش ان لسه دي اول حلقه في الموسم، فاعمل اشتراك ولايك واعمل فولو على كل المنصات بتاعتي، ويلا بينا نخش في الحلقه على طول. اول حاجه الاساسيات، في لعيبه في الفانتازي انت مش بتجيبهم عشان كله جايبهم، انت بتجيبهم عشان انت لو ما جبتهمش هتتفضح في وسط اللعب. لعيبه بتجيب نقط بالكون في الموسم، ونسبه الاستحواذ بتاعتهم بتعدي ال 70% كمان، عشان كل مره هتشوف اللعيبه اللي عند الناس كلها دي بتجيب جون او تعمل اسيست هتندم اللي انت ما جبتهمش. واكبر مثال على ده طبعا هو هالاند، وما اعتقدش ان في حد هيلعب السنه دي فانتسي مش هيبقى عنده هالاند. الراجل ده مكنه نقط شغاله في الفانتسي من يوم ما جه الدوري، فاهم انه الموسم اللي فات جاب 27 جون وكان هو المركز الاول في الفانتسي، جمع 239 نقطه، والله اعلم هيجمع كام السنه دي. بس سعره دلوقتي في السوق 15.5 مليون، وده رقم قياسي في تاريخ اللعبه، سعر اول مره نشوفه في اللعبه، وغالبا لو قعد اكتر من كده هيغلط. بس برغم السعر الغالي ده نسبه امتلاكه لحد دلوقتي والموسم لسه ما بداش 75%، يعني كده كده الناس كلها جايباه، واللي ما جابوش لسه هيجيبه. انا بقول لك من دلوقتي هات، ده اساسي في فرقتك، فانت لو ما جبتوش يبقى انت بتخاطر مخاطره كبيره، يعني بالبلدي كده بتلعب برجل واحده. وهيجي طبعا بعديها على طول برونو فرنانديز عشان كل الاسيستات اللي عملها الموسم اللي فات، وده اللعيب اللي خلص في المركز الثاني ورا هالاند، كان جايب 235 نقطه، وده برده رقم مش هين خالص. الراجل عمل 24 اسيست كمان معاه ضربات الجزاء، وبيلعب كل الدقايق، فده اختيار انا شايفه كويس جدا. بس برده على سعره هتلاقي فيه اختيارات كتير هتجيب نقط اكتر منه، وارخص منه كمان في السعر بكتير، فانت لازم تحدد انت هتدفع فلوسك فين. عشان اخر لعيب معانا في الفقره دي هو بوكايو ساكا، اللعيب اللي كل الناس كانت بتجيبه في الفانتسي، بس عمل اوحش موسم ليه السيزون اللي فات، حاجه كانت صعبه، بس كل الناس لسه عندها امل ان هو يرجع السيزون ده. لكن شايف السيزون ده ان هو هيتنقل من اللعيب الاساسي للعيب الديفرنشال اللي انت هتجيبه في الماتشات السهله اللي ممكن يعمل فيها حاجه. ولسه هنشوف موضوع الكورنرات اللي بيلعبوا من العكس، وهنشوفه هيجيبوا يعمل اسيستات قد ايه، وهنشوف ارسنال هتلعب ازاي اصلا. فساكا ما تفكرش فيه قوي يعني، الا لو انت مش جايب حد من ارسنال فهو الانسب منه. هتيجي دلوقتي تقول لي ايه الفرق اللي بيعرف يلعب فانتسي واللي ما بيعرفش غير الفرق اللي كل الناس عارفاه؟ انا هقول لك الفرق ايه. الفرق في اللعيبه الديفرنشال، اللعيبه اللي مش مع حد خالص بس انت اللي بتجيبها في الماتش الصح في الوقت الصح، هي اللي هتفرقك عن صحابك، وهي اللي هتفرقك في الجدول كتير جدا، لان معظم اللعيبه اللي احنا عارفينهم مع الناس كلها. فانت ايه بقى اللي هيفرقك؟ اللي هيفرقك اللعيب اللي ما حدش جايبه. وهنا نرجع لساكا زي ما انا قلت لك، ساكا بسبب الاصابات في ناس كتير جدا مش هتجيبه، ودي حاجه بتخليه في حد ذاته لعيب ديفرنشال، لعيب لحد دلوقتي نسبه امتلاكه مش كبيره في الفرق، ودي حاجه ممكن تفرق معاك في الترتيب جدا. بس سيبك من ساكا، هقول لك على واحد ديفرنشال اصيع بقى، وهنا هنروح على ايفرتون على طول، على نداي. لحد دلوقتي الناس كلها بتقول ان نداي هو اللي خد ضربات الجزاء في ايفرتون، ودي فرقه بتلعب على التلويش الكتير والتخبيط الكتير، فبتاخد ضربات جزاء، وكمان سعره 6 مليون، فلعيب ب 6 مليون مع ضربات جزاء هيبقى اختيار ممتاز جدا، حتى لو هتنزله من على الدكه لو لعيب عندك سقط في الفرق. ومن اهم الحاجات اللي انت تختار فيها اللعيب الديفرنشال، اختار اللعيب اللي بيلعب حاجه على طول، اللعيب اللي بيلعب ضربه جزاء، اللعيبه اللي بتلعب كور ثابته، والفرقه دي تبقى بتجيب اجوان من كرات ثابته اصلا، دي اللعيبه اللي هتميزك عن اي فرقه ثانيه، هتميزك عن اي حد بيلعب اللعبه دي. وكمان عندك لعيب في ليفربول كده متداري من تحت لتحت ممكن تختاره معاك، واللعيب ده هو سوبوزلاي، بس لسه هنتفرج عليه تحت ايراولا هيعمل معاه ايه. يعني هيتمرمط زي السنه اللي فاتت بقى، ويروح يلعب باك يمين، وشويه يلعب وينج يمين، وشويه يلعب في نص الملعب، ولا هيرجع مكانه في نص الملعب تاني وهيبقى قريب من الجول؟ تحديد مكانه في الملعب هيفرق من مستقبله جدا في الفانتسي، وهل الناس هترجع تجيبه زي السنه اللي فاتت ولا هيتركن زي اخواته؟ بس انا شايف ان هو لو رجع يلعب في نص الملعب هيبقى فرق كبير جدا لاي حد في نص الملعب، الا طبعا لو رجع يترمى باك يمين تاني ده هيبقى مات كده خلاص. ممكن الاجوان اللي جابها مع ليفربول السنه اللي فاتت تديله ثقه اكتر السنه دي لو قرب من الجون ان هو يجيب الجوان اكتر، وليفربول الصراحه محتاجه حد جدا ان هو يجيب لها جوان، لان الهداف التاريخي بتاعها طبعا محمد صلاح مشي من اللعبه كلها ومن الدوري وراح تركيا، زمانه بيضرب دونر هناك دلوقتي وفكوا من الكلام ده كله. لكن نصيحه مهمه، انا مش معنى بقول لك ان انت هات لعيبه ديفرنشال ان انت تروح تجيب لي لعيبه ما حدش يعرف عنها حاجه، وتروح تجيب لي لعيبه بتقعد دكه ولعيبه ما بتلعبش اصلا. بس برغم كده لازم تطعم فرقتك بلعيبه 2 أو 3 ما حدش يعرف عنهم حاجه، كون انت اللي ليك نظره ليهم ان دول هيفرقوا معاك. وانا طبعا هبقى اديك نصايح من الوقت للتاني كده، هقول لك حط عينك على اللعيب ده وهات، بس هو بس السيزون يبدا ونخش في الموسم وهوريكم انا هعمل معاكم ايه، هظبطكم احلى تظبيط. انت بس اعمل لايك وفولو زي ما قلت لك، واعمل اشتراك وشير الفيديو ده لاصحابك، ونخش على الفقره الثالثه، اللعيبه اللي لازم تهرب منها اول ما تشوف لعيبه خساره فيها الفلوس، خساره فيها اللعب، خساره فيها الفرجه. والله خد بقى مفاجاه من دي، عارف مين اول لعيب لازم تبعد عنه؟ جابرييل مدافع ارسنال. ايوه هو زي ما بقول لك كده، جابرييل مدافع ارسنال اللي كان مع اللعبه كلها السنه اللي فاتت لازم تبعد عنه السنه دي.
8 مليون ايه يا اسطى؟ هو انت عشان جبت كام جون السنه اللي فاتت هتشوف نفسك علينا؟ مش كده يا جدعان يعني. وكمان غير كده نظام البونص بتاع المدافعين اتغير، يعني مش كل واحده هتطلع تنطحها لي بدماغك هتاخد عليها نقطه. السيستم اتغير خالص، وهنرجع نعرف ايه اللي بيتحسب وايه اللي ما يتحسبش بس لما السيزون يبدا. نزلوا شويه قوانين كده بس هري كتير هنشوفها في تنفيذها احسن لما السيزون يبدا. وكمان الكلين شيت بتاع دفاع ارسنال الناس كلها فرحانه بيه. ارسنال لحد دلوقتي في الفتره التحضيريه ما خدتش ولا كلين شيت في اي ماتش، يعني احنا داخلين على مراجيح على ارسنال. فريق لحد دلوقتي تعادل مع كومو 1-1 وخسر 2-1 من دورتموند وخسر 2-1 من بيتي. يعني هي شكلها كان السيزون الواحد وراجعين لمكانهم تاني. وانا شايف ان الجدول بتاعهم الصراحه مش حلو قوي، فانت استنى عليهم جوله 2 3 نشوف شكلهم في السيزون وبعد كده نشوف هنعمل ايه معاهم. تاني حاجه معانا اي لعيب جاي جديد، اي فرقه جاي لها مدرب جديد، اي فرقه جاي لها حد جديد، ابعد عنهم دلوقتي حالا. استنى نشوف الناس دي هتعمل ايه في السيزون، هيبداوا ازاي، مين اساسي مين احتياطي، شوف اللعيبه دي جايه تقول ايه وبعد كده بنختار منهم. لان المدربين نفسهم معظمهم لسه جداد ولسه بيجربوا تشكيلات. اللي بقى هيقعد وينزل واللي هيدور واللي هيعمل واللي هيفنن، احنا مش ناقصين وجع قلب والنبي في اللعبه دي. اما ترسوا على حل نبقى نشوف هنجيب مين فيكم. ثالث حاجه معانا اي لعيب كان عامل السيزون اللي فات سيزون جامد هتلاقي سعره عالي قوي، هيبدا الاول ماتشين يخيش هتلاقي سعره نزل وهتلاقي الفلوس معاك بتقل وهتتزنق. فاستنى عشان اسعار اللعيبه كلها هتنزل. استنى تشوف اللعيبه اللي غليت دي هتعمل نفس الاداء بتاع السيزون اللي فات ولا مفيش منه السنه دي. نيجي بقى للمهم والكابتن مين في اول جوله. عايز الحق انا مش عايز اغشك يعني، الناس كلها كابتن هلا انت فات كابتن هلا. كل سنه وانت طيب بقى اول جوله في الموسم وبتاع كابتن هلا كابتن هلا. معلش المره دي والمره الجايه هقول لك تكابتن مين عشان بس شكلنا ما يبقاش وحش من اول جوله كده. خليها قدام شويه لما نتقرنن شويه. اول جوله كابتن هلا. القرار ده لوحده ممكن يفرق معاك من اول جوله من 10 ل 15 نقطه. اسمع مني كابتن هلا. مش عارف ماله هالاند دي يعني. لعيب وطويل هداف لعيب. عايز إيه تاني؟ كابتنه يا عم. اصل قول لي هكابتن مين. قول لي انا قاعد سامعك اهو. خد المايك اقعد مكاني وقول لي هتكتم مين. فخلصانه يعني مش محتاجه كلام. انت بقى عايز تخاطر وقلبك جايبك، عندك ساكا اديله ما ترحموش، هيرفع له كورنر كده ولا هيعمل له حاجه كده هيجيب نقط. بقى تعالى قابلني. لو انت اول مره تلعب فانتسي فتعالى اسمع مني الثلاث نصايح دول. اول حاجه لازم تتزن في الميزانيه شويه وتسيب شويه فلوس على جنب. اصل انت ما تعرفش الدنيا فيها ايه، لعيب اتطرد، لعيب جاب لك بالماينس، لعيب وداك في داهيه. لازم يبقى معاك 2 3 مليون على جنب كده غير بيهم لعيب وتجيب نجم واحد في كل خط في الفرقه. مش لازم الفرقه كلها تبقى نجوم. وفر عشان انت ما تعرفش الدنيا قدام رايحه فين. تاني نصيحه معانا ودي لازم تسمعها كويس جدا، ما تستخدمش اي تشيب في اول 3 جولات. اول 3 جولات دول الدوري كله بيبقى طالع نازل وكله مش عارف مكانه فين، فانت ما تستسرعش زي الناس وتستخدمهم وبعد كده تلاقي نفسك تحت. اتقل عليهم وخليهم معاك لحد اما الصوره تبقى واضحه قدامك وتعرف ان انت محتاج تستخدمهم في انهي جوله. خليك مدرب صايع كده ما تبقاش متسرع. تالت حاجه ان انت بيجي لك تحويل كل اسبوع وبيتراكموا معاك لحد 5 تحويلات، فانت ما تتسرعش وتقول ان انت لازم كل اسبوع تحدد جوله. لو انت فرقتك كويسه مش لازم تعمل فيها تغيير، خلي التغيير ده للجوله الجايه معاك جولتين، لو مش محتاجه خليه للجوله اللي بعدها يبقى معاك 3 وهكذا. فالملخص كل اللي احنا قلناه دلوقتي ان انت حالا تنزل تعمل لايك وفولو وتقول لي انت شايف ايه في اللي انا قلته لك. فده وقتك انت دلوقتي. انزل حالا في الكومنتات اكتب لنا مين اللعيبه الديفرنشال اللي عندك ومين اللعيب اللي انت هتكابتنه الجوله الاولى. وما تنساش طبعا كود الدوري زي ما انت شايفه قدامك اهو اهو. بص اهو اكتب اهو ده كود الدوري بتاعنا. خش دلوقتي حالا وشوف ترتيبك هيبقى ايه فيه. وما تنساش زي ما قلت لك تعمل اشتراك وتعمل شير للفيديو ده، تعمل لنا فولو على كل المنصات بتاعتنا وان شاء الله مستمرين طول السيزون. سلام.